طيب انا النهارده في امتحانات البريد. تمام. هقول لكم النهارده بقى التجربه بتاعتي. امتحنت ازاي، ايه الورق المطلوب، جيت اصلا المكان ده ازاي، التعامل جوه عامل ازاي، الحاجات دي كلها. طيب اول حاجه كده وانت جاي تتاكد من ان انت معاك 10 حاجات. ال10 حاجات دول البطاقه، شهاده الجيش او للبنات الخدمه العامه، المؤهل بتاعك، الفيش. تمام، حتى لو منتهي. لو يعني انت عامله كده كده كان باسم البريد، وهو كلنا بقى معانا منتهي يعني. تمام. والبطاقه بتاعتك. 5 حاجات، وبيبقى 5 صور معاهم، يعني ال5 حاجات دول انت بتصورهم. فكده انت معاك 10 حاجات جاي بيهم. لو حاجه ناقصه مش تدخل. في ناس هنا بتصور وكل الكلام ده، بس طبعا هنا الصوره يعني ب5 جنيه وب10 حاجات كده غريبه يعني. فالافضل تصور ايه قبل ما تيجي. وبرده في اللي هو الدوسيه الحرف ال ده لازم تجيبه. تمام، هم عشان بيبقى سهل المراجعه بيفتحوه كده ويراجعوا الورق منه. فده مهم برضه، بيتباع له ب 15 جنيه، هو اصلا ب 2 جنيه عندنا، فيعني برضه دي حاجه يعني. تمام. طيب بتيجي الجهاز المركزي للمحاسبات ده ازاي؟ اسهل طريقه اسهل طريقه لو انت ما معكش، مش جايب موتوسيكل، مش جايب عربيه، مش جايب اي حاجه، هتركب مترو وتنزل محطه ارض المعارض. محطه ارض المعارض دي اللي هي في صلاح سالم. هتنزل قدامك حل من اتنين: يا تتمشى 10 دقايق على رجلك في الهوا كده، تمام، لحد الجهاز المركزي للمحاسبات، يا اما تركب عربيه تقول له الجهاز المركزي للمحاسبات. سواء ده او ده مش هتكمل حاجه، هو قريب جدا من محطه المترو. بتيجي بتبقى انت من الباب اللي هو اللي قدام، اللي هو في صلاح سالم، لا في ممر كده تدخله بيجيبك من ورا المبنى ده. تمام، لان هو الامتحانات بتبقى البوابه بتاعتها من ورا يعني. تمام. ده بالنسبه للعنوان، وده بالنسبه للورق والحاجات المهمه اللي انت جاي وجاي بيها يعني. طبعا احنا المفروض بنبقى جايين مذاكرين، لكن احنا كلنا على الله، ولا حد مذاكر ولا حد عامل. فبتبقى الامتحانات جوه بقى عباره عن ايه؟ طيب نظام الدخول بقى بيبقى ازاي؟ انت بتيجي معاك الورق بتاعك كامل، اي ورقه ناقصه ما بتدخلش الامتحان يا جدعان، اي ورقه ناقصه ما بتدخلش الامتحان. بتدخل بيبقى في فرز للورق، بيفرزوا الورق بتاعك زي ما قلنا وبيشيكوا عليه. بعد كده بتدخل جوه. لو جاي في ميعاد غير ميعادك، يعني مثلا امتحانك الساعه 11 ونص وانت جيت تدخل مع الناس اللي هي داخله الساعه 2، طبعا ما بتدخلش الامتحان. وده واحد كان قدامي وحصلت معاه. تلتزم انك تيجي في ميعادك والورق بتاعك كامل عشان ما ترجعش، لان هترجع وكده خلاص الامتحان راح عليك. طيب ايه تاني بقى؟ تطلع فوق بقى، هما بيمشوا معاك واحده واحده في تعليمات تمشي ازاي واني قاعه، وبتسلم حاجتك في الامانات. لو جاي معاك حد مثلا مرافق صاحبك اي حاجه، بيقعد يستناك تحت عادي في مكان واسع. وبس تطلع بقى للامتحان. نيجي بقى للجزئيه المهمه جدا. الامتحان حاجه سهله جدا، بس محتاج حد مذاكر، حد من الناس الشاطره اللي كانت بتذاكر في الجامعات، بتذاكر في دراسته عامه، هو بيحب المذاكره وفاهم. تمام. انا واحد من الناس بصراحه دخلت الامتحان النهارده ما حلتش كويس، لاني مش مذاكر. انا واحد بشتغل شغلانتين، ما كنتش عارف الموضوع هيجي ازاي بالظبط. يمكن انا بقول لكم حاجات انا ما كنتش اعرفها، فانا جاي على عمياني، ما كنتش عارف اذاكر ايه ومنين وفين وايه اللي هيجي وايه اللي مش هيجي، لان كمان كانت الناس بتنزل حاجات كتير قوي، وانا راجل ما عنديش وقت وبشتغل، فمش هقعد اسحل نفسي فين ولا فين ولا فين، ولا مش عارف ده هيجي ولا لا. تمام. انا ممكن اعمل لكم فيديوهات تانية انزل لكم فيها الحاجات اللي جات لي، وهي سهله جدا. شويه حاجات في المحاسبه، شويه حاجات العربي، الانجليزي، الحاجات دي كلها، وممكن اشرحها لكم كمان. لو عايزين كده قولوا لي في الكومنتات وانا هعمل ده. الناس فوق متعاونه كويسه جدا، الطريقه محترمه جدا. اهم حاجه بس تبقى انت جاي حد ملتزم، ورقك تمام، دنيتك سليمه، مش هتواجهك اي مشاكل. لو عايزيني اعمل فيديوهات اشرح فيها الامتحان وايه الحاجات المهمه اللي بتيجي والكلام ده كله، اكتبوا لي في الكومنتات وشيروا الفيديو ده. لو لقيت تفاعل على الفيديو ده ولقيت اهتمام منكم، هنزل لكم فيديوهات جامده جدا. تقريبا هحط لكم كل الامتحان اللي امتحنته ده في الفيديوهات. تمام. انا بنسبه كبيره ربنا مش هيكرمني في الموضوع ده، لان انا ما حلتش كويس طبعا، وده غصب عني والله، مش دلع مني، بس مش عارف اعمل ايه. يعني بنقول لكم تجربتي وان شاء الله الناس اللي هتروح تمتحن بعدينا ربنا يوفقها يعني. وبس.